جثث فوق بعضها في المشرحة، وتدخل تدور على ابنك، لو لقيته تشيله. من حزن لحزن، ومن دمع لدمع، ومن ظلم لظلم، ومن قهر للقهر. كفاية كفاية، مفيش حاجة حلوة. خلينا نخلص برنامجنا بحاجة سنة معقولة. شيكابالا، ياما قلت عليك يا شيكابالا أحلى الكلام، ياما قالوا لي أنت بتحب شيكابالا زيادة عن اللزوم، وأقول لهم مهاراته ملهاش حل، ملهاش زي. بس ما كنتش أعرف، الحقيقة ما كنتش أعرف أبدا، ما كنتش أعرف إن إنسانيته ملهاش زي. شيكابالا، ياما اتكلمت في حقك أحلى كلام، لكن إذا كنت زعلتك في يوم بقول لك وعلى الهوا والدنيا شايفاني، أنا آسف يا شيكابالا. بقول لك أنا آسف يا شيكابالا إذا كنت زعلتك في يوم. خلونا نشوف تقرير شيكابالا. ضرب الفتى الذهبي لنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا مثالا للإنسانية والأخلاق الرياضية بموقفه النبيل تجاه شهداء مذبحة بورسعيد من مجموعة ألتراس أهلاوي. بعد أعوام من البغض والكراهية بين النجم الأسمر وألتراس أهلاوي، تبادل فيها الهتافات والإشارات المسيئة في لقاءات القطبين الكبيرين، جاءت لحظة الحق وساعة الحقيقة ليكتشف الجميع أنهم إخوة في الدم والوطن. شيكابالا أقسم أنه انهمر في البكاء لرؤية ملعب بورسعيد وهو يتحول إلى بركة دماء وساحة إعدام لأشجع شباب مصري نادوا بالحرية والعدل وإسقاط الظلم والقمع أثناء تشجيعهم في الاستادات. ابن الزمالك تبرع بربع قيمة عقده مع نادي الزمالك الغريم التقليدي للأهلي، وذلك لصالح شهداء الألتراس والمصابين. تلك القيمة التي تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وهو ما يفوق المبلغ الذي وضعه حسن حمدي رئيس الأهلي في صندوق الشهداء والمصابين. الفهد الأسمر الأصيل أكد أنه تعرض للإهانات والسباب من جمهور الأهلي، لكنه لم يتحمل رؤيتهم وهم يتعرضون للتصفية بهذه الصورة البشعة، وأعلن أنه سامحهم على كل لفظ مسيء وجهوه إليه، وبكى بحرقة على رحيلهم عن عالمنا. وجاء الرد على مستوى الفعل الراقي لشيكابالا عندما أطلقت جماهير الأهلي بصفة عامة حملات لمصالحة النجم الزملكاوي بعنوان أسفين يا شيكا، متعهدين بعدم الهتاف ضده بعد اليوم، عرفانا بموقفه البطولي وفروسية أخلاقه. وداعا شهداء المذبحة الغادرة، ومرحبا بالمدينة الرياضية الفاضلة التي نرى فيها شيكابالا يتلقى التحية من جماهير الأهلي، وتتوحد جماهير الزمالك مع باقي الأندية لمؤازرة نسر الأهلي الجريح. شكرا شيكابالا. لو لينا عمر نشوفكم بكرة على خير إن شاء الله.